السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواتي؟ لاباس عليكم؟ كنطلب الله سبحانه وتعالى باش تكونوا في أحسن حال يا رب العالمين. واليوم غادي نتكلموا على واحد الدعاء اللي حنا محتاجين ليه بزاف أخواتي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجهنا ليه. خاصنا نلحوا على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء إلحاح اللي يكون صادق، راه بإذن الله الأمور ديالك كتيسر وأبواب الخير كتفتح في الوجه ديالك، وكيوفقك الله سبحانه وتعالى لداك الشيء اللي عندك فيه الخير، لا في الدنيا لا في الآخرة. هذا الدعاء أخواتي جليل القدر، فيه أعظم المقاصد وأرفع المطالب، اللي هو طلب الله سبحانه وتعالى الهداية اللي عليها الفلاح لا في الدنيا لا في الآخرة. وكان ابن تيمية كيعجبو هذا الدعاء وكيكتر منه، كيذكروا بزاف في الرسائل والمؤلفات ديالو، وكان كيرشد ليه وكيوصي عليه في المجالس ديالو. نعم أخواتي، وبتكرار هذا الدعاء الله عز وجل كيوجهك للطريق الحق اللي كتكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيبعد عليك الله سبحانه وتعالى جميع البدع ولا الأعمال اللي كتكون مخالفة للسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخواتي، هاد الدعاء كتقولي فيه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم أخواتي، وعاد غادي نشوفوا هاد الدعاء كامل في الحديث إن شاء الله. وأخواتي خاص غير هاد الدعاء يكون فيه الإخلاص، ويكون فيه الإلحاح صادق لله عز وجل، وخصوصا خاص يكون هاد الدعاء في الوقت ديالو اللي هو في صلاة الليل. منين كينوض الإنسان يصلي بالليل يعني قيام الليل، ولو غيكون يصلي غير 2 ركعات قبل الأذان ديال الصلاة ديال الفجر والصبح، راه كيتسموا حتى هما داخلين في قيام الليل. كنتبعوا السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم في هذا الوقت. كنت تكلمت على هاد السنن في حصة سابقة على القناة. يعني منين كتنوضي من النعاس في الليل، اول حاجه كديريها هي كتجلسي في المكان ديالك وكتمسحي الوجه ديالك بيديك، وكتقراي 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. كتبدا من إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. من بعد كتنوضي وكتوضاي وكتفتتحي الصلاة ديالك بهذا الدعاء. كتقولي يعني غنشوفوا الدعاء كامل. عندنا الدعاء كامل في هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم أخواتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، وكان عنده سنن وآداب اللي كانوا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كيحرصوا باش يعرفوا تفاصيل العبادة ديالو عليه أفضل الصلاة والسلام، باش يهتديوا بالهدي ديالو ويستنوا بالسنن ديالو عليه الصلاة والسلام. وكيف ما شفنا في الحديث كيروي التابعي أبو سلمة أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي أمر ولا فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم كيفتتح الصلاة ديالو إذا قام من الليل. وهي تجاوب عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل كيفتتح الصلاة ديالو بهذا الدعاء اللي شفنا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. والمعنى ديال هذا الدعاء يعني أدعوك يا ربي ورب كل عظيم الشأن بحال هؤلاء الملائكة العظماء، وأنت أعظم منهم ومن كل خلقك، وتخصيص هؤلاء الملائكة بالذكر
لعظم الشأن ديالهم، فجبريل أمين الوحي، وميكائيل أمين القطر والمطر والنبات والأرزاق، وعنده مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف كبير عند الله عز وجل، وعنده أعوان كيديروا داكشي اللي أمرهم به بأمر من الله عز وجل. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور بالأمر ديال الله عز وجل، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وإلا علم الإنسان قدر الملائكة هذا الخلق العظيم الكريم وعرف الصفات ديالهم وعلم عظمة الخالق ديالهم جل وعلا وعظيم قوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق راه من عظمة الخالق. والله عز وجل وكل من هؤلاء الملائكة اللي كيحفظوا الناس وكيدعيوا معاهم وكيستغفروا ليهم وكيكتبوا الأعمال ديالهم. نعم أخواتي، وعندنا في الدعاء فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبدعهما عالم الغيب والشهادة، يعني أدعوك يا عالم الغيب والشهادة، فأنت تعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني كتقضي بالثواب والعقاب من أمر الدين في الدنيا، فتعذب أهل المعاصي إن شئت وتتيب أهل الطاعة. نعم، وعندنا في الحديث كذلك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني تبتني وزدني الهداية إلى الطريق المستقيم اللي دعا ليه الأنبياء والمرسلون بالتوفيق ديالك عز وجل وتيسيرك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللي هو طريق الحق اللي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام اللي رسل الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي صراطا لأنه كيوصل للمقصود. وكنسألك يا الله باش تنعم عليا بالهداية، هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والثبات على صراطك المستقيم اللي ليس فيه اعوجاج في الدنيا، باش نثبت على صراط الآخرة. نعم، وفي معنى آخر يعني كنسألك يا الله باش تنعم عليا بالهداية، هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والثبات على صراطك المستقيم اللي ليس فيه اعوجاج في الدنيا، باش نثبت على صراط الآخرة اللي نجا منه فاز فوز عظيم وهدي إلى صراط مستقيم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم أخواتي، كيف ما شفنا جميع عظمة هذا الدعاء الجليل، نحاولوا أخواتي نحفظوه ونبقاو نقولوه دائما في الافتتاح ديال صلاة الليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل صلاتنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وجميع أعمالنا تكون حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدات واجعلنا من الراشدات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه
عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لصالح الأقوال والأفعال والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.